من رسائل جودي إلى صاحب الظل الطويل. عزيزي صاحب الظل الطويل، أخبرني، كيف للمرء أن يطرق باباً أغلق في وجهه مراراً وتكراراً؟ كيف ينسى في كل مرة قسوة موجهة إليه، ليجد نفسه بين أوراقه يكتب رسائل يعلم جيداً أن من يرسلها إليه لن يكلف نفسه عناء الرد عليها أو حتى قراءتها؟ كيف لنا أن نغزل خيوط الوهم بعودة الغائب ليصبح الظل إنساناً لحماً ودماً، فنرتمي في أحضانه لننسى كل ذلك الغياب؟ عزيزي صاحب الظل الطويل، لماذا ننقض في كل مرة مواثيقنا أننا لن نستسلم لأحلامنا التي طالما قتلتنا موتاً قاسياً لا رحمة فيه ولا شفقة؟ أخبرني يا من تمتلك ظلاً طويلاً كما هي أيامي في غيابك، متى تتوقف جودي عن الكتابة لك بقلب طفلة يملأها الأمل والحماسة؟